سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى بانكم في افضل الاحوال. اليوم جبت لكم ماسك غادي يعجبكم بزاف، والمقادير ديالو بسيطه. كنحتاجوا معلقه كبيره ديال الماورد، كنحتاجوا معلقه كبيره ديال المايزينا، كنحتاجوا كذلك نصف كاس ديال المياه المعدنيه. من الاحسن انكم تستعملوا المياه المعدنيه. اول حاجه غادي ناخذ هذيك مايزينا وغادي نزيد عليها معلقه كبيره ديال الماورد، وغادي نحاول اننا نحركهم حتى يتجانسوا. ومن بعد ما يتجانسوا غادي نضيفوا عليهم هذاك نص كاس ديال المياه المعدنيه. بالنسبه لهذه الوصفه فهي وصفه رائعه، كتبيض البشره بواحد الشكل زوين ومثالي، كذلك كتسد المسام وكتحارب هذوك البقع ديال الحبوب. مثلا الا كانوا عندكم بقع ديال الحبوب الا استمريتوا عليها فكذلك غادي تعطيكم واحد النتيجه زوينه. دونك بالنسبه لهذا الماسك كيفاش يمكن لنا نابليكيو؟ اي ماسك البنات سواء كان ماسك طبيعي او ماشي طبيعي، ضروري اننا خاص البشره ديالنا تكون نظيفه. هذه اول حاجه. عاد باش يمكن لنا نابليكيو هذاك لو ماسك. دونك كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما خلطت هذيك مايزينا مع الماورد فانا زدت عليها المياه المعدنيه وحطيتها على النار، وهذا هو الشكل ديال الكريمه ديالي. كتجي عاقده. بالنسبه لهاد الكريمه ما تحطوهاش في الثلاجه لانها غادي تجمع وغادي تخسر لكم. حطوها فقط على جنب. غسلوا وجهكم كيف ما قلت لكم واستعملوه الوجيه ديالكم لواحد المده ديال 20 دقيقه، ومن بعد غسلوا الوجه ديالكم. وكنقول لكم بالصحه والراحه، والى اللقاء الى وصفات اخرى. شكرا على المتابعه.